ويسعدنا أن يكون بيننا الليلة وأن يكون بين أبناء دائرته الذين اختاروه لما عرفوه عنه من قوته في الحق ونشاطه الذي شهد به جميع أبناء المحافظة الكريمة، ولم ينساها له الشعب الدمياطي الكريم. معنا سيادة النائب المهندس صابر عبد الصادق عضو مجلس الشعب عن قائمة حزب الحرية والعدالة، والنائب السابق للمجلس من عام 2005 وحتى 2010، والتي اختير فيها من 2000 إلى 2005، والتي اختير فيها من أفضل 50 برلماني عن هذه الفترة. أخونا الكريم هو عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، والحاصل على بكالوريوس الهندسة قسم العمارة من جامعة عين شمس في عام 1972. يسعدنا وجوده كثيرا، ويسعدنا أكثر حضوركم الكريم، ونتمنى أن نخرج سويا بمناقشة طيبة كريمة نتناقش فيها عن مشكلات بلدتنا عموما ومشكلات قريتنا الكريمة قرية سيف الدين خاصة. وخير ما نبدأ به برنامجنا الليلة مع خير الكلام والقرآن الكريم وأخونا الفاضل يسري مكي. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. جايين نقعد اولا نرحب بكم ونشكركم على وقفتكم الطيبه معانا، ويعني جزاكم الله على هذه الوقفه. نقول لكم يعني احنا تحت امركم في اي حاجه، ونقول يعني انتم منحتمونا ثقتكم، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يقوي قلوبنا على خدمتكم، وان خدمه الناس عندنا في حزب الحريه والعداله هي عباده، هي تقرب إلى الله عز وجل كالصوم والصلاة والصيام، خدمة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم. وعايزين نتكلم بوضوح، أي واحد عايز يسأل في حاجة يسأل بوضوح، بس هي ليتنا نبدأ بالحاجات العامة، المشاكل العامة، ثم بعد ذلك من يريد أن يعني يتكلم في أي حاجة إحنا تحت أمر في أي حاجة، ونتكلم كأسرة يعني بوضوح تام أسرة تتناقش وتحاور من أجل إصلاح بلد عامة وبلد خاصة. فاللي عايز يتكلم أهلا وسهلا، هديله يسأل السؤال اللي عايز يقوله واحنا نجاوب عليه. أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة. الصف اللي هو عامة هو عدد المعقول. حضرتك مش عارف التليفون يعني طيب. الصرف الصحي. تمام. نسأل الله التوفيق، بس أنا عايز أقول حاجة. أنت عندك الفرعات، التوصيلات الفرعية موجودة، أما خط الطرد ما هوش موجود، والمشكلة عندك مشكلة مكان البيارة، إن صاحبها مش راضي يسلمها لأنه ما خدش تعويض. هل في حاجة غير كده؟ حد عنده معلومة غير الكلام ده؟ اتفضل. قوم. اتفضل. موجودة في المحافظة بتاعت البلد دي من زمان، وكان الموضوع بتاع قرية السلام اللي هي حتة المحطة اللي هيعملوها البير اللي هو هنطلب عليه يودي للمزرعة الرئيسية، ده مدفوع له 150,000 جنيه من هذه الفلوس. والفلوس دي كانت حوالي 350 أو 340 على ما أعتقد، بتروح فدانين ونص كانت 3 ريال وباعوا والفلوس راحت وقعدت في البنك مواويل كبيرة. طيب كلام حضرتك مدفوع 225,000 الموضوع اللي عنده أكثر يتكلم فيه 225,000 جنيه تقريبا يعني دي فلوس مدفوعة من البلد
في المحافظه للثمن الارض مش لا كده؟ لا لا لايه؟ مش في المحافظه، الكلام ده كان مشروع من الناس ولا ايه؟ مشروع الصرف خاطط فيه تجارب كثيره ولكن المشروع على عشان نجاوب الاول كام سؤال كده عشان ما نضيعش وقتك. انا وقتي معاك قول زي ما انت عايز. 7 مليون و200 ألف جنيه صرف الصحة كويس فلسطين توسيع المحافظة بتاع المالك توسع صفر ووضع للأسف بقى القرية فيها لوائح البيت ده ما حدش داخل على قلنا على الزرع. احنا البلد الوحيدة على مستوى جمهورية مصر العربية اللي تدفع ثمن أرض الصرف الصحي 225,000 جنيه. مش مدفوعين ليه؟ ده حط البيارة اللي حطت التجمع اللي موجودة لعزبة الباس الأرضية عشان بس تدخل وتعدي من هناك ندفع احنا اللي حط للباس. قرية السلام الدولة اللي معاكم. كشف الجديد الدولة اللي معاكم. كل الأراضي اتبعت فيها الدولة اللي معاكم ما عدا سيف الدين البلد الوحيدة اللي معاكم فين تدفع 1000 جنيه. يعني افهم ان في 225,000 جنيه اتدفعوا للبياره اللي في بقول لحضرتك باعوا بيارة باعوا الذهب باعوا الان باعوا الكلام ده كله عشان يجيبوا الكلام ده باعوا النحاس. وصلت المعلومه؟ أنا 225,000 جنيه. طيب ولكن في سؤال هنا بقى. قال ايه خطأ قالي ان البياره اللي معموله في الاول هنا طلعت بياره بايظه او صغيره علما بان احنا المواطنين اللي معلش عندنا لا عندنا هندسه من ايه اعترضنا احنا كنا اعضاء مجالس محليه اعترضنا على الكلام ده وقلنا لا وغير المهندسين وجاي الناس قالوا الكلام الناس اللي قالت ديت كلام مظبوط وانه حطت عينك في مكان غلط. اتفقنا ان هنجيب ارض ثانيه الدوله ما نفعتش عشان الارض الثانيه بتاعت البياره ما تنفعش. البياره بس عشان برضه الكلام المنظم عشان نظم المعلومات اللي قدامي في الورق ان مكان البياره اللي هو في سيف الدين صدر له قرار نزع ملكيه الا ان الراجل مش راضي يسلم الا ما يستلم الفلوس. طيب زياده انا مسؤول يا سيدي انت بكلمك ما قلتش عليك انت انا بقول لك صدر لما يصدر على ايه؟ لما يصدر قرار نزع ملكيه يبقى الدوله هتدفع. انا قلت لك بس مش هقول لك الورق اللي قدامي ليه؟ لان احنا من بعد ما ربنا من علينا واشتغل خلق مجلس الشعب يعني الناس او فتنا على جميع المصالح الحكوميه هيئه عشان نعرف حق الشعب فين وفلوسه فين ومصلحته فين. فعندما دخلنا في مع هيئه الصرف الصحي وصلنا الورق وضبط الخطه والموافقه كله بتاعتهم عشان المشروعات القديمه وسبعه مهام قدام سيف الدين لقيت الخطوط الفرعيه خالصه 100%. اكمل كلامي وبعد انا عايز اقول بس اكمل كلامي وان كان هناك اي تعليق حاجه قدام اللي جاي في بالي الخطوط الفرعيه منتهيه بنسبه 100%. اتكلم عن الخطوط الفرعيه اللي هم اربع خطوط رئيسيه اللي هم اربع خطوط واقف كده. اكمل كلامي الخطوط كان الورق اللي مكتوب قدامي عشان احاسب عليه المسؤولين كاتب الخطوط الفرعيه منتهيه بنسبه 100%. الخط الطرد صفر ما اتعملش. المحطه ما اتعملتش وصدر لها قرار نزع ملكيه الا ان الدوله لسه ما ادتش راجل فلوس فراجل مش راضي يسلمهم الايه؟ الارض. صح كده ولا في حاجه اللي عايز اقولها؟ ها؟ هنا هو في الكشف. في الكشف. في قصدي في سيف الدين هنا. سيف الدين بس عارف المحطه الحاليه الموجوده لا تستوعب سيبنا القديمه قال القديمه دي بايظه لا تستوعب ربع القايد اللي هيروح على طريق السلام فيه مكان تنظيمه عشان يحملوا عليه محطه ما ده اللي انا بقوله. المحطه اللي اتعملت ما تنفعش عايزين ننظم الموضوع عشان نقول نوصل لحاله عشان ننطلق منها. الورق اللي قدامي بقول لك اللي قدامي اللي جابته الهيئه القوميه لمياه الشرب والصرف الصحي اداره التخطيط العام بالقاهره ادوني بيانات
كده عشان احاسب معاهم ان المحطه الكبيره اللي اتعملت الجديده مش القديمه اللي ما بتنفعش، الجديده صدر لها قرار نزع ملكيه في سنه 2010 والرقم بتاعه موجود، الا انهم ما استلموهاش من الراجل لان الراجل ما استلمش الفلوس من الدوله. موضوع الوحده الصحيه انتهينا منه. في نقطه ثانيه في الوحده الصحيه اتفضل. بس للاسف الشديد حضرتك احنا عندنا في سيف الدين مبنى مكتمل كل حاجه بس مفيش فيه اي رعايه صحيه. مستشفى تكامل وتحول لوحده صحيه. مفيش فيه اي حاجه، يعني احنا لو صبر اتعوض قلت لك مستشفى تكامل مبني من زمان على احدث طراز ومع الوزير اللي جه قبل كده حولوا وحده صحيه. فاحنا عايزين نرجع مستشفى كامل تاني باكثر. قبل الموافقه بتاعت البدايه دي شغالين المستشفى تكامل صحي قبل دي كمان. قبل ايه؟ قبل